إمام في برج على الله يرضى عليك. إمام خطيب وإمام الصلوات. إن شاء الله. والتراويح بصليها في البرج دائما. يعني عندي مسؤولية ما أقدرش لو جيت يعني بتفرغ ما نفضلش نركع على التلفزيون. جيت التلفزيون مرة هذه منطقة داخل قلبي. التلفزيون هذه عندنا فيها ذكريات جميلة جدا. أنا شاركت في 2008 في فرسان القرآن الأولى. فرسان القرآن الأولى شاركت أنا في تيزي وزور، وهذه ثاني زيارة تيزي وزور القرآن. أنا تيزي وزور ما عرفتها إلا بالقرآن، ولم آتيها إلا للقرآن الكريم. وأخبركم أني أحبكم في الله. مطلوب. أشكر الشيخ على محاضرته الطيبة، والشيخ الإمام على تركابه الطيب. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. بارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بارك الله فيك. رب يحفظ الشيخ ويبارك فيه ويحفظه ويجعله من أهل القرآن ومن خدمة القرآن. ولا ريب جاء الرجل ولا يجب الحق مباشرة مع صلاة المغرب يقرأ القرآن الكريم، وقال كي صليت لازم نرجع الرجل لأن أهل المرضى وينتظرونه. ففعلا هذه خدمة القرآن الكريم حفظه الله ورعاه. أولا بارك فيك كذلك على مشاعره الطيبة تجاه هذه المنطقة، ولكن قولوا إذا مجلس رمضان كامل على أزرق النهار على النهار إن شاء الله رب العالمين. طيب أحبة الإيمان،
ماذا بينا ما نكملوش، ولكن دائما كل واحد عنده ظروفه. غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى ندوة حول الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. من المفروض شرفنا فضيلة العلامة محمد شريف بيهر، ولكن اتصلت بهم في المساء وهو مريض. إذا قدر لكم، إذا قدر يجي راح يجي، إذا ما قدرش يجي راح نعوضه بشيء آخر. ولكن في كل الحالات من المقرئين للقرآن الكريم كذلك راح يزورنا القارئ ياسين الجزائري، وراح يزورنا القارئ عبد الحكيم الجزائري، وراح يجي بعض الوسائل بعض القنوات الإعلامية الخاصة تغطي هذه الندوة غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على الحضور وعلى الاستفادة في الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. دائما في الأخير شهادات للأساتذة وللمقرئين يقدمها أهل المسجد لضيوفنا الكرام. سي رشيد غدوش، تفضل. قدم مدير السياحة الولاية في صدر شيخ الغدوسي يقدم شهادة للأستاذ محمد منصور. الأخ عبد الكريم بيرحم والدي توفى قبل أيام بهذه المناسبة الطيبة وبير عليه قرأ بهذه القراءة للقرآن الكريم. قدم الشهادة للشيخ القارئ وليد مصص. طيب، حفظك الله ورعاكم، حفظ الجميع إن شاء الله.